مساء الخير البنات، ان شاء الله كامله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في لانوفيل فيديو لنهار اليوم. الوغ فيديو اليوم يخص مجموعه من لا بيبي كريم اللي كنت استخدمتهم. كنت يعني من قبل درت لكم فيديو على كل بيبي كريم، هضر لكم على الخصائص فيه، على الثمن، على سعه كل بيبي كريم، لا كل بيبي كريم واش يناسب نوع البشره. واليوم جمعتهم كامل وحبيت ندير لكل واحد علامه فيهم، يعني من 10 على 10، لانه دائما البيبي كريم يكونوا مختلفين وكل واحد يكون فيه خاصيات مختلفة على الآخر. بالتالي جمعتهم لكم كاملة في فيديو واحد، وحبيت نعطيكم رأيي الصريح في كل بيبي كريم. هكذا اللي حابة تشري بيبي كريم وحابة تعرف أي معلومات عليه تقدر يفيدها هاد لا فيديو. أول بيبي كريم اللي يعجبني بزاف من عديد من النواحي واللي كنت هدرت لكم عليه أنا من قبل وقلت لكم هو أفضل بيبي كريم عندي، هو لا بيبي كريم من غارني. أول خاصية فيه هو أنه يناسب جميع أنواع البشرة، سواء البشرة الجافة، سواء البشرة مختلطة، سواء البشرة الدهنية. ثاني خاصية فيه لون لاتنت نتاعو قريبة بزاف للون البشرة، سواء السمراء أو البيضاء، يعني مع أنه فيه 2 فقط اللي هو درجة فاتحة ودرجة الغامقة، لكن قراب للون البشرة. ثالث خاصية فيه إذا مانيش غلطة فيه اس بي اف 15، وهذا الاس بي اف بزاف مليح، يعني كي تستخدموه بعد ما تغسلوا وجهكم ما يظهر لكمش هذوك لي تخاص تاع السمش. ثالثا او رابع خاصية فيه هو عامل الترطيب. من ناحية الترطيب أروع بيبي كريم عندي من ناحية الترطيب هو غارني. وعلاش؟ لأنه حتى بعد ما تغسلوا وجهكم كي تستعملوه وتغسلوا وجهكم يبقى هذاك العامل الترطيب، يعني كي تمسوا البشرة تاعكم تلقاوها رطبة. قلت لكم احسن بيبي كريم عندي هو غارني. بالنسبه للثمن تاعو تلقاوه يعني 150 دينار جزائري، يعني 150 ألف. هذه يعني كامل الخصائص اللي عجبتني في بيبي كريم غارني. اما بالنسبه للسعه تاعو هي 40 ملي، يعني لو كنتي تستخدميه يوميا رايحه يشد لك تقريبا 6 أشهر. وكاين ايضا ملاحظه هاد لا بيبي كريم غارني يعني صنع فرنسي. بالنسبه للعلامه اللي نمتها لا بيبي كريم غارني هو 10/10، لانه من كل النواحي مناسب، من ناحيه الترطيب، من ناحيه جميع انواع البشره، من ناحيه اللون تاعو، من ناحيه الاس بي اف فيه بزاف هايل، نعطيلو انا 10/10. اني لا بيبي كريم هو فارماسي، كاين فيه سي كريم اللي تلقاو هذا الشريط تاعو في اللون الوردي، وتلقاو ايضا بيبي كريم نتاعو هدايا. انا جربت لا بيبي كريم. بالنسبه الفارماسي عجبني اولا من ناحيه الترطيب، ايضا مرطب. ثانيا الاس بي اف نتاعو بزاف هايل ويحمي يعني من اشعه الشمس، فيه الاس بي اف 15. لاتنت تاعو ايضا قريبه من نوع البشره، لكن انا في بعض الاحيان البشره نتاعي تنشف شويه. كي تنشف شويه يعني هنا ما يناسبنيش اكثر، يعني هو كي نستخدمه في الصيف يخرج عليا بزاف، اما كي نستخدمه في فصل الشتاء وبما انه انا البشره نتاعي يعني تجف بزاف في الشتاء، يعني نحسو انه ما يناسبنيش في فصل الشتاء. بالنسبه للعلامه اللي نمدها له واللي هو ثاني بيبي كريم بعد غارني، نمدلو 9/10. اما بالنسبه لثالث بيبي كريم اللي هو من ايفر بيوتي، هو لا كوبي تاع بورجوا هيلثي ميكس، تلقاوه ايفر بيوتي. هذا هدرت لكم عليه، حطيت لكم فيديو عليه من قبل.
بالنسبة لهاد لا بيبي كريم نشوفو مناسب لأصحاب البشرة الجافة إلى المختلطة أكثر ما منه مناسب لأصحاب البشرة الدهنية، لأنه نحسو نوعا ما مزيت. تاني خاصية فيه العتنت نتاعو بزاف قريبة للون البشرة، تقريبا فيه 6 درجات. ثالث خاصية اللي فيه هو عامل الترطيب، يعني حتى بعد ما تستخدموه وتغسلوا وجهكم يبقى البشرة نتاعكم رطبة. انا نحب نستعمله بزاف في الشتاء. من عيوبه انه ما فيهش SPF، يعني اما تضطروا انكم تستخدموا كريم واقي من اشعة الشمس تحته، اما انكم تضطروا تستخدموه في فصل الشتاء فقط. انا بالنسبه لي نستخدموه في فصل الشتاء فقط. قلت لكم فيه لي فيتامين سي، فيه لي فيتامين او، فيه فيتامين ا، وفيه فيتامين بي 5. بالنسبه للثمن تاعو انا شريته 65,000، هذه اخر عبوه شريتها او ثاني عبوه شريتها في سبتمبر، شريتها 65,000. ويعني قلت لكم عيبه الوحيد انه ما فيهش SPF. بالنسبه للعلامه اللي نمدها له 8/10. رابع بيبي كريم واللي هو نوت. نوت انا شنو نقول لكم، نحسو يناسب اصحاب البشره الجافه والمختلطه، ما يناسبش اصحاب البشره الدهنيه. لانه علاش؟ لانه كي تستعمليه تحسيه اوكسيدان في الوجه، خصوصا كي تكون كاينه رطوبه ولا كاينه حراره كي تخرجي لبرا. بالنسبه للSPF فيه الSPF 15، وانا ما لاحظتش انه صح يحمي يعني من اشعه الشمس. هذيك SPF 15 حسيتها ماهيش كافيه باش تقدر تحمي لك وجهك من اشعه الشمس. بالنسبه لانواع البشره اللي يناسبها هذا لا بيبي كريم، يناسب اصحاب البشره الجافه الى مختلطه. الدهنيه ما ننصحكمش به لانه يتوكسيدا في الوجه. بالنسبه لعمل الترطيب نوعا ما يعني ما لاحظتش بزاف فيه عامل ترطيب مليح. بالنسبه للعلامه اللي نمدها له هي 7/10. خامس بيبي كريم اللي استخدمته هو نيفيا. يعني فيه خاصيه واللي هو احسن خاصيه فيه هو انه قريب للون البشره. ثاني خاصية فيه ممكن أصحاب البشرة الجافة يعني ماشي المختلطة، الجافة يناسبكم. من عيوبه أنه خفيف بزاف والSPF نتاعو بزاف ناقص، يعني ما لاحظتش انه صح يكوفري على الرغم من انه فيه SPF 20، مي ما لاحظتش انه يكوفري مليح. واش نقول لكم، يعني انا ما عجبنيش صراحه بزاف، انا ما عجبنيش. انا بشرتي جافه الى مختلطه، قلت لكم في الشتاء تكون بزاف جافه، ما عجبنيش. بالنسبه اللي يستخدموه في الصيف يعني يتوكسيدان في الوجه مع الرطوبه مع السخانه، يعني يتوكسيدا بالخف في البشره. يعني عيوبه اكثر من مزاياه. وش نمدلو هذا؟ نمدلو 6/10. بالنسبة للثمن تاعو تلقاوه من 80,000 حتى 90,000، يعني ما يفوتش 100,000 ولا 100 دينار جزائري. واخر بيبي كريم هو فلورمال. فلورمال هذا بما انه السعر تاعو صح ماشي مرتفع، تلقاوه 40,000، ما تلقاوش الثمن تاعو بزاف مرتفع. نشوف انه يناسب ضمن اصحاب البشره الدهنيه، لانه شويه ثقيل البشره، ينشف شويه البشره، خصوصا البنات اللي بشرتهم جافه بزاف واللي بشرتهم مختلطه. ممكن اذا استخدموا مرطب تحته يعني يمدلكم نتيجه لاباس بها. بالنسبه للتنت تاعو مليحه قريبه للون البشره. بالنسبه للSPF اللي فيه SPF 15،
عامل حماية لا بأس به، يعني من ناحية الوقاية من أشعة الشمس لا يخدم خدمة مليحة لا بأس. بالنسبة واش نمدلو، أنا نمدلو 7/10. يعني كانت هذه تشكيلة من لا بيبي كريم ورأيي فيها. انا حبيت نمد لكم ترقيم هكذا نتوما تقدروا تميزوا اكثر شكون هو احسن بيبي كريم اللي تقدروا تستخدموه. انا من المفضلات اللي عندي هو غارني، من بعد فارماسي، من بعد ايفر بيوتي، على الرغم من انه ما فيهش الاس بي اف وهو ثقيل يعني كوفري لا باس. اما بالنسبه لنوت نيفيا عيوبهم انهم واقي من اشعه الشمس حتى وفيه يعني ما يخدمش خدمته، وخفيف بزاف ويتوكسيدا في الوجه. اما في نورمال يعني لاباس به، خصوصا لاصحاب البشره الدهنيه. ننصح به عفوا اصحاب البشره الدهنيه، لانه اصحاب البشره الجافه انا لاحظت انه ينشف البشره. كان هذا رأيي على تشكيلة من لا بيبي كريم اللي ممكن نقدر نفيدكم بها. بالنسبة للبنات اللي جربوا أي بيبي كريم آخر وحبوا يخلونا رأيهم في التعليقات. وإذا حبيتوا تطرحوا عليا أي تساؤلات خلوا لي تساؤلات عبر صفحتي في الانستغرام. نقول لكم تهلاو في روحكم حبيباتي، سلام.